أول شي حبايبي، ألف مبروك لمنتخب المغرب لأسود الأطلس على الفوز بكأس العرب. بس في عندي تعليقات معلقة هون. أول شي منتخب الأردن، منتخب النشامة، لعبوا لعب بخوف. ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم. وأنا بعتبر من ناحيتي انظلموا بهي المباراة. خلونا نشوف الهدف الأردن اللي لغاه حكم المباراة، لغالهم إياه. خلونا نشوف ونعلق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا، مستحيل مستحيل من البداية، من البداية، من البداية. أردنية 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 أردنية. يا الله يا الله يا الله يا الله على أبو طه، على أبو طه. هذه البداية، هنا البداية. شوفوا مثل ما واضح بالصورة، أول شي اللاعب غير قاصد إنه يلمسها بإيده. تاني شي إيديه مش مفتوحين، ولا متعمد إنه تلمس الطابة أو الكرة بإيده. أنا من رأيي إنه الحكم ظلم منتخب النشامة، ومن ناحيتي بعتبر هذا تعادل. ومنتخب النشامة كان عنده استحواذ للكرة وعنده هجمات خطيرة، ما شاء الله عليهم. ألف مبروك، منتخب بيرفع الراس، منتخب فعلا أثبت جدارته بهي البطولة. مع احترامي لمنتخب المغرب وأسود الأطلس، ومنقول هارد لك للأردن الشقيق، وألف مبروك لمنتخب الأردن. لازم احكي اللي بقلبي. وانتو شو رأيكم بهذا الهدف؟ يا ريت تحكوا لنا بالتعليقات، تضغطوا لايك، تعملوا لنا شير للفيديو. تحياتي لكم.